كشف مشجعون جزائريون متواجدون بالعاصمة القطرية الدوحة أن عناصر الأمن منعوهم من ولوج الملاعب لمتابعة مباريات المونديال وهم يرتدون قميص الزليج. وصرحت صانعة المحتوى الجزائرية إيناس نايلي عبر ستوري في مواقع التواصل الاجتماعي أنها كانت بصدد دخول الملعب وهي مرتدية قميص الزليج، وأخبرها أحد المشجعين الجزائريين بأن الأمن منعه من دخول الملعب وطلب منه قلب القميص. وكانت دولة قطر في السابق قد وضعت تعليمات صارمة لعدم السماح بحمل أي إشارة أو علامة تدل على المثلية. وكانت شركة أديداس قد اعتذرت للمغرب والشعب المغربي عن استعمالها زخرفة الزليج المغربي في قمصان جزائرية ونسبها التصميم للتراث الجزائري. وفي بلاغ لها قالت الشركة إنه بعد مناقشات مثمرة بين شركة أديداس ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية نؤكد التوصل إلى تسوية ودية قانونية بخصوص قمصان كرة القدم المثيرة للجدل، ونؤكد أن التصميم مستوحى فعلا من نمط فسيفساء الزليج. وأكدت أديداس أن الشركة لم تكن لها أي نية إساءة وتقدم اعتذارها للشعب المغربي والصناع التقليديين المغاربة، كما أنها تعارض أي عمل من شأنه المساس بالموروث الثقافي وسرقة الإرث التاريخي للشعوب عبر العالم.